في الميكا، مع العلم اننا ونبهنا بان هذيك ماشي بلاصتو وخصو يتهز للكراج يتصلاح، وراه عندنا الخصاص في النقل علاش ما كيتصلحوش في الوقيته ديالهم، كيخليوهم حتى تبدا المدرسه باش كيزيدوا يربحوا هما داكشي ديال المازون. ونبهنا السلطه وحتى جينا في الدوره اخر دوره حتى جينا على شي ديال النقل المدرسي، وديرنا جميع الخطوات اللي يمكننا اللي كنديروهم حنا واللي كنبهوا المكتب المسير على هذا الشيء. السلطه ما كتفاعلش معنا، كنقولها وكنأكدها، حتى في التليفون كتصون عليهم بعض المرات ما كيجاوبوش. انا شخصيا شحال من مره كنصوني ما كيجاوبونيش. معلاش؟ لانها انت المعارضه ربما الدور ديالك ربما فيه غير مشاكل، ولا الدور ديالك انت كتنبه ما خصوش هما هذا الشيء. حنا مرارا وتكرارا مشينا للعماله، مشينا استقبلنا كاتب العام، استقبلنا المدير ديال الجماعات المحليه على هذا الشيء، سواء حافلات نقل مدرسي، سواء شراء السياره ديال المصلحه اللي كنا درنا عليها احتجاج، ومع ذلك لحد الان دارت حادثه ومات فيها الموظف ولحد خارج اوقات العمل، ومع ذلك لحد الان ما كايناش طوموبيل جديده مشات، ما كايناش. مشى الموظف مات الله يرحمه السي حسن، الطوموبيل مشات. ما فهمتش انا السلطه هي اللي كتحمل المسؤوليه، وكنقولها وكنأكدها، السلطه المحليه والاقليميه هي اللي كتحمل المسؤوليه الكبرى. علاش؟ لانها ما كتفاعلش معنا الشكايات ديالنا وما كتسمع الناس اللي كنمشيو لعندها كيهددونا كيوعدونا. سي عبد الرحيم باش نتفاعلوا انا وانت باش ما يقولوش بانني كنمثل لك الدور الصحفي، انا عضو في جماعه الغيوه. هذا واقع، وغنهضر هذا واقع كيشوفوه الناس، كيشوفوا السلطه، كيشوفوا دارك، كيشوفوا الامن الوطني، كيشوفوا المواطنين الحقوقيين، الصحافه، ديك الصحافه الصفراء اللي كنقولها انا، الصحافه الصفراء كلشي كيشوف هذا الشيء. عبد الرحيم عندي واحد التساؤل اللي نحس به انا وبغيتك نسولك عليه. انا كنحس بان في جماعه الغيوه عندنا احنا كمعارضه يعني كنحسوا براسنا باننا كنمارسوا السياسه حتى مع السلطه، حتى السلطه كتمارس معنا السياسه. من بودي نقولها انا هكا بهذا المصطلح هذا. اسمع الدور ديالنا يقتصر في اللايف ولا في شكايات ما كيتفاعلوش معنا فيهم، حنا محلين من بودي. انت الدور ديالنا حنايا هو هذا، ما عندناش شي حاجه من غير هذا الشيء. الدور ديالنا هو كننفذوا المكتب المسير. اسمح لي دكتور، وكنمشيو عند العماله، السيد العامل ما كيستقبلوش، كيعطيك مدير ديال الديوان ولا يعطيك شي موظف يستقبلك ولا ديال الجماعه المحليه ولا ومع ذلك السؤال اللي كنلقاوه الشهر الجاي كنرجعوا كيوعدونا، الشهر اللي منه راه كيوعدونا بان الامور غتمشي، ها هي ماشيه، كلشي ماشي للحافه بهذا المصطلح، كلشي ماشي في اللحافه. سي عبد الرحيم انا غير نرجع عندك سي عبد الرحيم. انا كنشوف بان السلطه بجماعه الغيوه، السلطه في الشخص الخليفه ولا الممثلين ديال اعوان السلطه الى غير ذلك، ماشي كلهم ولكن اغلبيتهم، كنشوف بان دابا انا المواطن ديالي ديال الجماعه ديال الدائره ديالي مشى للجماعه عيطوا له على شي مشكل عنده الى غير ذلك، فاذا بالخليفه اللي هو ممثل السلطه بجماعه الغيوه كيدير السياسه، كيقول له واش جمال كيدير الضوء، واش جمال غيجيب لكم الضوء، واش الضوء كيدير لكم هذا وكيدير لكم هذا، واش انتم معولين على جمال وتبعوا جمال، بمعنى حتى السلطه دابا نفس الشيء. اسمح لي نقاطعك في هذا الموضوع هذا، نفس الشيء اللي انا عندي درنا جوج ديال توسيع الشبكه الكهرباء في الدائره 6، الدائره اللي كنمثلها انا، جوج مرات وحنا كنديروا توسيع الشبكه. هذه عامين وانا كنطلب الرئيس والمكتب المسير باش يوفروا لنا البورات للشارع، الناس اللي ما عندهمش الضو، درنا لهم توسيع الشبكه وكلشي بلا بولات. كنتفاجئ دابا كيمشي كيهز واحد 4 البولات وكيعطيهم المنافس زعما ديالي، هو انا بالنسبه لي انا لا يهمني هذا الشيء، كيمشي كيعطي ودخل الدائره ديالي ركبهم فين بغا هو ماشي فين بغيت انا ولا فين بغى المواطن. النقط السوداء اللي كنكثروا عليهم كنعيط للرئيس وكنعيط وكلشي كيقول لك اخويا ركبنا، والناس اللي درنا لهم توسيع الشبكه واللي عندهم النقط السوداء الظلام في تما ما حتى شي بولا ما مركبه. وانا قلت لهم البلايص اللي يمكن يخرج تقني ويدير المعاينه ويركبوا لنا البولا، غزوهم داروهم شي حبات، داروهم لنا في المقابر. الناس اللي ميتين ضووا عليهم واللي حيين خليهم يموتوا
يمشيو في الظلام. ومديت دخل هضرت انا معاهم ما كيجاوبك لا سلطه ولا ممثل سلطه ولا رئيس الجماعه. كتمنى انت الدور ديالك هو سير شوف شنو دير. واش فهمتيني كيفاش؟ سي عبد الرحيم غنمشيو ايتاب بار ايتاب انا وانت باش حيت على ما يجي موراي يلتحق مراد معنا، لان مراد كان محاضر للحديث هذا النهار الى غير ذلك، نتمنى ما يتاخرش. سي عبد الرحيم انا كنهضر بجديه وكنهضر بوضوح وكذا. بالنسبه للسلطه في جماعه الغيوه هي اللي كدير راي الجماعه منذ الازل. كما كنسمعوا عند المواطن نهار اللي كنا كنمشيو دابا حاليا ملي كنجي نجلس مع الناس ديالي ولا في شي بلاصه في الغيوه ولا كذا كيقول لك واش انتم غادي ديروا الرئاسه؟ نقول لا حنا ما كنقلبوش عليها، ويقول لك غير تهنى ولا السلطه كتدعم احمد مثلا، او السلطه كتدعم فلان فلاني او عبد الله او احمد او السلطه كتدعم فلان. يعني هما يؤمنون حتى المواطن حيت ولفوا بان السلطه هي اللي كدير المجلس، هي السلطه هي اللي كدير المكتب. حنا في الغيوه دابا ولا السلطه كدير حتى الحمله الانتخابيه، ولا السلطه دابا حاليا ولات كتلاقى مع المواطنين وتضرب في الاعضاء ديالهم. هو العضو صوت عليه المواطن، ومنين يمشي المواطن عند السلطه ياخذ حقه ولا شي حاجه كتقول له وتبع لي فلان فلاني وتبع لي فلان، كيقتلوا من دابا كيبغيو يقتلوا السلطه. وتبع فلان فلاني ما نعطيكش البوله، تبع فلان فلاني ما نصوبلكش الورقه، تبع فلان فلاني. هادشي واقع في جماعه الغيوه. وهذا الشيء عشته انا شخصيا مع ممثل السلطه. علاش؟ على الطحين المدعم. والطحين المدعم اللي من المفروض يتعطى للناس المحتاجين والناس اللي ما عندهمش، اللي عندهم اطفال صغار واللي عندهم العدد في الدار كدار بزاف. ومشيت انايا شخصيا درت به شكايه شفويه لممثل السلطه وواحد العضو تمايا، ورجال كيفرقوه بالليل بلا ما يشوفوه الناس اللي محتاجين. ومشي صيفط جاو الناس قالوا هذا الشيء اللهم هذا منكر، حنايا ما مسجلينش فلان عطاه هذا الشهر وفلان عطاه هذا الشهر. يهبطوا الناس اللي عند الخليفه الجماعه وقال شنو قال لهم عبد الرحيم كيحرضهم. قال لهم عبد الرحيم كيحرضهم. على ما كنحرضهم انا؟ على حقهم، باش الناس اللي محتاجين هما اللي يستافدوا من داك الطحين المدعم ديال 50 كيلو ديال 100 درهم. وكيفرقوه بالليل. ما عمرك تشوف انت تشوفوا فوقاش كيتفرق. حنا عندنا في دول كوازو كيتفرق بالليل، كيهزوا واحد المرشح مع الشيخ ديال القبيله وكيفرقوه بالليل. وفي الصباح ملي كتنوض الناس اللي مشيت هو تجيب الطحين تلقاه هزوه وفرقوه بالليل. وما كاينش اكثر بهذه. ومدي يهبطوا الناس يحتجوا على حقهم. قال لهم الممثل ديال السلطه قال لهم عبد الرحيم كيحرضكم ما تتبعوش. وشوف الناس كيفاش هذو كيحاربونا حنا على حق المواطن. ماشي انت عارفه تقول لي ولا تقول لي الطريق ولا تقول لي ناكل مدرسي ولا حنا ما بقيناش نستافدوا من حتى شي حاجه اللي يمكن لك تهضر عليها غير باش تهضر. هو كيحاربك من الداخل باش الناس سي عبد الرحيم عيب باش نتواصلوا انا وانت ايتابات. سي عبد الرحيم انا شخصيا كعضو من جماعه الغيوه والله العظيم لولايه كامله ما حسيت براسي عضو. علاش؟ لان ملي كنمشيو ندخلوا في المجلس حنا مقصيين الهضره ديالنا قوله ولا لا قولاش ما كتسجل في المحاضر. راني احتجت عليها الدوره اللي فاتت، راني احتجت عليها السيد الطيب وقلتها له. قلت له الله يجازيكم بخير، راك ممنوعين من التسجيل، ما كنخليوناش نسجلوا، وممنوعين ما كتسجلوش المحاضر. داكشي كنعزلوا داكشي اللي بغيتو. وراه قلتها في اخر دوره. سي عبد الرحيم خليني نكمل الله يعطيك الصحه. بالنسبه للكلام ديالنا ما كتسجلوا لا السلطه ولا المجلس. لا تا السلطه متواطئه مع المجلس. هادشي اللي واقع كامل جماعه الغيوه متواطئه معاه. لو كانت السلطه وقفت يعني كدير الميزان ما بين المعارضه وما بين الاغلبيه وكتخدم الصالح العام، ما غتوقعش الغيوه في هذه الكواليس كامله. ليه ما استفدنا حنا من الكسيده الاولى ديال الحسن اللي توفى؟ ما استفدنا من الكسيده الثانيه اللي مات فيها هذاك المريسي؟ ما استفدنا حنا من الكسيده اللي تبقى بوعزون؟ ما استفدنا من نقل المدرسه اللي تقلب؟ ما استفدنا الكار كيمشي بلا كراسه بحال اللي ماشي بالبرويطه ماشي بها التلامذ التونات. وهادشي كامل ما السلطه دايره على الميكا. السلطه متواطئه على هادشي اللي واقع وربما هي المسؤوله. شريكه في هادشي اللي واقع. مسؤوله على هادشي اللي كيوقع في جماعه الغيوه. انا كنحمل المسؤوليه الكامله هي. علاش؟ لان هادشي كامل كيوقع امام الاعين ديالها وهي كدير عين ميكا، وهذا هو النتيجه هي هذه. لا ماشي غير شركه، والسلطه هي الامره. لان جماعه الغيوه ما كيسيرهاش الرئيس، كيسيرها السلطه. وراه هي اللي كتسير جماعه الغيوه. السلطه هي اللي كتسير جماعه الغيوه ماشي الرئيس.
لان الرئيس عندنا ضعيف. حنا في جماعه الغيوه الرئيس دوز كذا 20 عام بالسيف، عنده اخطاء كثيره وكيزيروهم داك الاخطاء اللي داير هو، وهما كيديروا اللي بغاو. سلطه ما كاين حتى شي حاجه ما كيديرها الرئيس في جماعه الغيوه. هذه هضره ديالنا حنا نقولوها. لاش؟ لانه ضعيف بالاخطاء اللي دار. ولو كانت الدوله كتفكر في مصلحه الغيوي او في مصلحه المواطنين، هذه تقريبا 4 سنين وحنا كنبكيو. ما يمكنش يكونوا ما شافوش هادشي اللي غنقولوا حنا. انا شخصيا شكايات صيفطتهم لوزاره الداخليه، شكايات صيفطتها الوزاره بالاسم ديالي وباسم المعارضه، صيفطتها لوزاره الفلاحه، صيفطت شكايات جميع الوزارات، وصيفطت شكايات للعماله، وصيفطت شكايات، ولا شكايه وحده تجاوبوا معنا. ولا ربما يكونوا جات تما وخبعوهم، ولا يكونوا ما كيجاوبونا شيء، ولا السلطه كتخبى عليهم. حنا كنديروا شكايه، هما كيديروا تقرير في صالح رئيس المجلس الى غير ذلك. شكون انا ما يمكنش الرئيس هذه مده اكثر من 32 عام ولا 20 عام ولا شحال هو رئيس جماعه الغيوه، وما قدم حتى حاجه لجماعه الغيوه، ومازال كيدير سياسه البولات في الغيوه، بمعنى ديالي انت بولا وديال بوشي ديما انتش البولا. مازال ما وصلنا حتى شي مؤسسه ما بديرناها في الغيوه وتكون كنحترم الكرامه المواطن. لا مدارس بحال الناس، لا مؤسسات بحال الناس، لا طرق بحال الناس، ورغم ذلك الرئيس مازال كينجح. واش دابا الرئيس كننجحوا الديمقراطيه ولا ما كننجحوا؟ ماذا السلطه؟ الرئيس كنرجعوا السلطه، لان السلطه هي اللي كنخبي عليه. شكون اللي كنخبي عليك السيد هذا الرئيس ديال حسن؟ فين هو؟ كيخسر يكون مصيبه كحله. فين هي الطوموبيل اللي تهرسات؟ شريناها ب 20 مليون، حنا زودناها من وفين هي الطوموبيل؟ غير نعرفوها. واش الطوموبيل اكسيدون؟ الا كان الطوموبيل اكسيدون خصنا نشوفوها في المتماشيات ديال الجماعه. الا كان الطوموبيل خاسره خصنا نشوفوها كتصلح هذه 3 سنين. ولا كانت طوموبيل جديده خاصها تخرج للوجود. هذه طوموبيل مصلحه وطوموبيل جديده عاد شريناها، شريناها في 2022. خصنا نعرفوا غير فينا هي. هذا السؤال هذا ما شكون يجاوبك عليه؟ هذا هو مشكل. حنا كنقول لك حنا كنتفاعلوا، ما كتفاعلش معنا السلطه لا في الشكايات ولا في المراسلات ولا في الدورات الاستثنائيه ولا في الدورات العاديه. كلشي كيتصوب كيتزور. سي عبد الرحيم كيف ما قلنا قبيلات، يعني في التليفون قلنا باننا غادي نمشيو نحطوا الاستقاله ديالنا. انا من الاول انا دابا حاليا كنقول هذا. لا مرفوقه استقاله مرفوقه، هي نورمالمون خصنا نصدقوا الاحتجاج، خصنا نمشيو نديروا مبيت ليلي حدا العماله على اساس يجي الكاط ويجي المجلس على الحسابات لك الجماعه يفتش فيها شنو وقع فيها هذاك الجرائم اللي واقع فيها. واما غادي حتى المواطنين اللي تابعينا راهم كلشي كيسولنا، كيقول لك علاش اسيدي حقنا مشى، علاش كذا. راه ملي قلت انا كنت في الدوار ديالي قلت انا غنطلع نحتاج لك سميتو، راه الناس كاملين قال لك غيتبعوني للعماله. الناس كاملين كنمثلوا تقريبا 300 ولا 400 الناس. منين يكون العضو ديالهم في العماله راه غيتبعوهم، ماشي كنحرضوهم، ولكن هذا واقع. منين يشوفوا هما العضو ديالهم مثلا حدا العماله معتصم، علاش كنعتصم معنا؟ طبعا كنعتصم على الحقوق ديال المواطنين اللي ما وصلوش لا البوله الضوء لا الطريق لا مستوصف لا حتى حاجه، ما عايشين في عزله تامه. وزيد عليها حتى النقل المدرسي انا ما عنديش، وزيد عليها حنا ما عندنا دابا. حنا ما عندناش واقف، ما عندناش راسخ. راه الناس الدراري التلاميذ كيمشيو على رجلهم، ماشي غير انت. راه حنا عندنا محسوب علينا في الاوراق، وهذه النقط ديال الاوراق راه حنا ناقشناها في الميزانيه ديال 2025 و2024 و2023 و2022. وملي كنمشيو للميزانيه كنلقاو المازوت ديما طالع. المازوت الفصل ديال المازوت ديال الكازوال ديما طالع، كان في 9 مليون ولا 40 مليون ولا 35 مليون. ولكن هاد الطوموبيلات فينا هما طوموبيلات كاملين اكسيدون، كاملين مصطالين مع الجماعه، سواء نقل مدرسي، سواء طوموبيل ديال نقل اموات، سواء طوموبيل سيرفيس راه اكسيدون. وهذا الشيء كامل كلشي كيشوفوه والسلطه كتشوفوه يوميا، ولكن شكون يتفاعل معاه؟ المازوت طالع والطوموبيلات كيتهرسوا مصطالين ما خدامينش فين كيمشيو. وكل عام كيزداد الفلوس ديال المازوت والفلوس ديال الاعوان العرضيين. عطينا اللائحه، طلبنا اللائحه هذا الاعوان العرضيين شكون مدها له؟ وقال لك هاد عند المدير المصلحه يعطيها له. عطينا شكون الناس اللي خدامين في الجامعه. سي عبد الرحيم السي مراد الزجاري طلع معنا دابا، غنحاولوا لانه هو كان يعني معاين الحادثه، غنحاولوا نعطيوه قسط من الوقت ونرجع عندك السي عبد الرحيم. سي مراد مرحبا. سي مراد الله يبارك فيك، الله يحفظك السي جمال. سي مراد اولا واخا حنا اعضاء في نفس الجماعه شحال هذه ما تشاوفنا. مرحبا بك سي مراد. سي مراد عينتي الحادثه تقريبا من الاول للتالي، وربما مشيتي حتى مع المصابين للسبيطار. حاول تحكي لنا على الحادثه السي مراد اذا كان ممكن.
سمير كتسمعنا؟ سمير سي مراد سي مراد كتسمعنا؟ هذه النتيجه 23 ولا 25 سنه ديال التسيير، لا طو لا ريزو لا طريق. واش انا بغيت نعرف غير سي مراد واش معنا ولا اش كيسمعنا ولا لا، لان ما كيجاوبنيش. الريزو ما كاينش، والظلام وكتجمعوا غير الكلام. نخليو له فرصه انه يقلب على شي بلاصه فيها شويه الريزو. خصو يخرج للتاونات، يخرج للتاونات. لا الريزو كاين في الغيوه. غيوه كارثه اخي عبد الرحيم، غيوه كارثه. انا خصو يخرج للتاونات. الواقع مؤلم، الواقع مؤلم. راه كنعيشوا، المواطن كيعيش هادشي يوميا، وتا هو كيتحمل جزء من المسؤوليه، تا هو كيتحمل جزء من المسؤوليه، لان كيضرب 5 سنين ويجي عنده يقول له صوت عليه وكيطلعوه، راه كيتحمل جزء من المسؤوليه تا هو. شنو واش هادشي؟ راه هذا هو الواقع اللي كنعيشوه. لا ريزو لا طريق لا مدارس. دابا انت كتهضر جوج النقل اللي كان عندنا هما تهرسوا كاملين، واحد هو مصطلب بوعزون، وواحد مصطلب بالمروج مع في الباركين ديال الجماعه، وواحد ها هو اكسيدو دابا، وواحد اكسيدو الشهر اللي فات مع داك السيد ديال مرنيسه. وفينا هما؟ ما كاين حتى حاجه. والشهر اللي فات قال لي السيد القايد هما كيعطيكم واحد النقل مدرسي، يعطينا واحد ويجيو ثلاثه، كيجي واحد ويجي ثلاثه. لا واش الاشكاليه سي عبد الرحيم؟ فين كاين هذه المصيبه كلها؟ سي عبد الرحيم، الاشكاليه ماشي في يعطيك النقل او ما يعطيكش، والاشكاليه هما عندك انت غتكون نهار اكتساب واحد. واش هما غيتبعوك غير انت، غيعطيوك انت غير كل نهار يعطيوك واحد. انا شوف اسمح لي دكتور، انا كنطالب النيابه العامه تدخل على الخط على هاد التصاور اللي تلاحوا دابا، هاد التصاور ديال الكيران اللي كيعذبوا فيها ولادنا. راه ما كاين لا رئيس لا مرؤوس لا قائد لا خليفه. واللي كنطالب النيابه العامه دابا فورا تحل هاد التصاور، غير التصاور. اما الحادثه كاين اللي كيقول لك حادثه، هذيك حادثه حنا الجانب ديالها. الكار الحاله المهترئه خصنا نطلبوا فيها فتح التحقيق، باش الطلبه ولا التلاميذ ما يمشيوش بهذا الكار هكا. خصنا دابا غير شي حصيره وشي زربيه ينعسوا الدراري هذا على هذا، باش البنات والدراري مخلطين نهزوهم بداك الكار اللي شفنا التصور ديالو اليوم. اش هادشي عاد فيه النقاش، وخصنا وحنايا خصنا نخرجوا للاحتجاج، احتجاج رسمي حنا كاعضاء، حيتاش ما جاوبوناش لا شفويا ولا كتابه. واش غنبقاو حنا ساكتين؟ حنايا شركاء في الجريمه ديك الساعه اللي بقينا ساكتين. حنا غنشوفوا غنكونوا شاركين في الجريمه اللي كيتعرض لها المواطن. سي عبد الرحمن، حنايا كنا في واحد اللايف ولا مع السلطه ولا في المجلس الى غير ذلك، كنا قلنا بان اغلب الاليات، اغلب النقل المدرسي اللي كاين في الغيوه ولا الاليات الاخرين، راه كلشي عنده الرويض ممسوحين، راه كلشي الحاله الميكانيكيه ديالو مدمره، راه كلشي ما صالحش حتى النقل ديال الدجاج. ورغم ذلك اخي عبد الرحيم مازال الحاله هي وامام الاعين ديال السلطه وامام الدرك الملكي وامام الامن الوطني وكل شيء كيشوف بعينه. وانا بغيت غير نفهم السي عبد الرحيم، من يحمي الفساد باقليم تاونات؟ ماشي غير في جماعه الغيوه، وفي اقليم تاونات تقريبا كل شيء. شكون كيحمي الفساد؟ فين ما كان شي واحد مثلا فيه عنده الفساد وكتجبر عليه، فين ما كانش عليه قجيله اللي يحميوه. وحتى المواطنين، بعض المواطنين مازالين دابا كيخرجوا بوجه احمر وكيدافعوا على الفساد. بالله عليك، واش دابا حاليا مازال شي واحد في الغيوه عنده الوجه انه يخرج وينتقد الكلام اللي كنقولوا حنا ما نعاودوش انتخابات كاع بجماعه الغيوه. اعتبرونا سالينا وناقشوا معنا الواقع الحالي. واش هذا الواقع راضيين عليه؟ تصور معي 5 الكيران كلشي مليوح، 3 الكسايد في السيمانه، موظف مات بسبب التدبير العشوائي، مواطن من مرنيسه مات بسبب التدبير العشوائي، المازوت كيضيع ما عرفنا فين كيمشي، الفلوس ديال البياس دو شونج كيمشيو والله اعلم فين كيمشيو، الروايات ديال الطوبيلات كاملين ما كاينش. وخرجوا هاد الناس اللي هما كيقولوا بان اسيدي حنا كيكذبونا، كيخرجوا يكذبونا.
غيخرج شي واحد يخرج يكذبنا، يخرج قدام النقل المدرسي اللي عنده هو مزيان ويقول هذه المعارضه مثلا ولا هذ الاعضاء ولا هذو اللي كيقولوا ما كيديروا علينا التشويش ويخرجوا يكذبونا، يديروا اللايف، يديروا الصحافه، يديروا التصاور، يديروا كل شيء ويوريوها للناس بان احنا هاد الناس غير كيكذبوا علينا، هاد الناس معارضه غير كتضرب فينا. واش فهمت كيفاش؟ احنا ما كنقولوا لهمش حنايا ما عرفت شنو، حنا كنقولوا لهم ها الواقع وانتم خرجوا كذبونا، قولوا لنا انتم كتكذبوا. هاد الكيران فيهم الكراسه يمكن حنا دايرين لهم ديك فوتوشوب. هذا النقل المدرسي اللي مصطالي فوق الجامعه بقى فيه غير الكادر. شنو كيديروا دابا؟ كيزولوا الكرسي من النقل القديم ويديروه في الجديد باش يبقى واحد النقل عامر كراسه. ما كاينش اكثر من هذه. وسير النقل المدرسي اللي كاين مصطالي في الجامعه ولا لقيت فيه شي كرسي انا نتحاكم، ماشي نقدم الاستقاله ديالي ونتحاكم. وما كاينش اكثر من هذه. النقل المدرسي ما فيهش كراسه يا الله. اسي عبد الرحيم كيف ما كنقول لك ونعاود نقول لك ان كاين شي واحد كيحمي الفساد بجماعه الغيوه، كاين شي واحد اللي مغطي على فساد جماعه الغيوه، كاين شي واحد يدو على الفساد ديال جماعه الغيوه. واش كيستافد من فساد جماعه الغيوه؟ واش فساد جماعه الغيوه ولا شيء من هذا القبيل؟ شكون هو؟ الله اعلم. ولكن هذا الشيء ماشي سالم. حنايا دابا حاليا كنقولوا بان كاين العامل جديد جا الاقليم تاونات، واخا هو مهمشنا بحال العامل السابق. علاش؟ لان حنايا دائما كنغوتوا والجماعه المهمشه في الاقليم كاملين والجماعه المدمره في الاقليم كاملين، دار الجماعات كاملين، وحنا مازالت ما طلش علينا. علاش ما طلش علينا؟ لان حنا كيعتبرونا غير ديشي، حنا كيعتبرونا ماشي مواطنين الاقليم تاونات، هادو غير غيوه، هادو واخا يهضروا. حنايا ماتوا عندنا موتى في ليزاكسيدون، حنايا ما عندناش هذه 20 عام ما عندنا تربوله في الشارع، ما عندنا حتى مؤسسه عامه، ما عندنا محطات الطاكسيه بحال الناس، ما عندنا محطات الكيران، ما عندنا مؤسسه عموميه، ما عندنا مدارس مبنيه بحال الناس، المرجان كيتخوى علينا، البخراره كيتخوى علينا، الرمله كتسرقنا من الوداد ديالنا، كلشي هادشي كامل. هادشي ما خلاش السيد العامل الجديد انه يسمح له انه يجي يدخل يضرب دويره في الغيوه ويشوف الواقع كيفاش واقع في الغيوه، وعلاش هاد الناس يبكوا في الغيوه بزاف وشنو وقع في الغيوه. لا، دار تاونات كامله. ولكن حنايا تساينوا. علاش تساينوا؟ لانكم انتم كتغوتوا. تصور معايا اخي عبد الرحيم، انا طلعت جلست مع السلطه الاقليميه وجلست مع المنتخبون المسؤولون وجلست مع كل شيء على اساس باش يعطيوني واحد الفياج د الرمل للطريق، وهذه شهرين ونص وانا كنت ساين. مازال ما جا داك الفياج د الرمل، مازال يموتوا المواطنين وندفنوهم ونعزوا فيهم، وعاد تجي السلطات الاقليميه ويجي المسؤولين باقليم تاونات وعاد ديك الساعه يدخلوا يعزيو، ماشي غير يدخلوا يصاوبوا لهم شي حاجه، يدخلوا يعزيو، ويا ريت يدخل شي واحد يعزيو، يصيفطوا غير شي مقدم يعزينا. اما حنا ما نستاهلوش شي واحد يدخل عندنا ويشوف الواقع ديالنا ولا شي تنميه ولا كذا. وكسيده كل نهار كسيده في الجماعه، ما جا مجلس على الحسابات، ما جا الكاط، ما جات شي لجنه من العماله، ما جا شي واحد تاجي، وكأن الغيوه ما فيها حتى حاجه، زعما الامور ماشيه مزيانه. والله الى هذا المنكر. لهذا كنقولوا اخا عبد الرحيم، حنا ما بقيناش صالحين لجماعه الغيوه، وما بقيناش صالحين ندافعوا على حقوق المواطنين. فينا الهضره. نخليو صوبه عبد الرحيم، اسمع لي، غنخليو القايد ونخليو رئيس الدائره ونخليو الخليفه ونخليو السلطات مع الرئيس هما اللي يخدموا الغيوه. خليهم كافيين يخدموا الغيوه. هذه المره كيقلبوا 48 تلميذ، المره اللي جايه غيقلبوا 39 امراه، والمره اللي جايه يقتلوا هذوك الموظفين اللي كاينين تما، وديك العدد اللي بقى يزيدوه على بوهوده ولا يزيدوه على بني وليد. وحده سالينا من جماعه الغيوه. راه فهمتي يا عبد الرحمن؟ راه ما بقى شيء. صافي شي اللي باقي، ما بقى والو، ما بقى شيء. هادشي يحزن، هادشي راه يحزن هادشي. هادشي راه المنكر. علاش كاين هذا المجلس على الحسابات؟ ولاش كاين هاد وكلاء الملك؟ ولاش كاين هاد السلطات الاقليميه؟ ولاش كاين هاد المحاكم؟ ولاش كاين هاد المؤسسات الدوله؟ منين يشوفوا المنكر كيدار في الغيوه وتا شي مؤسسه ما تدخل تشوف شنو كاين في الغيوه. علاش كاينين هاد المؤسسات؟ لا، ومع العلم ماشي غير حادثه اللوليه، ماشي غير الوفاه اللوليه، ماشي غير الوفاه الثانيه، ماشي غير، مع العلم ما كاينش اكثر من الموت. الموت هو الاخرين عاشت بنادم. الموظف كيموت، المواطن كيتقتل،
كيموت الطلبه ولا التلاميذ كيتقلبوا ولا احد يحرك ساكنا. تقرير هكا السلطه الاقليميه ولا السلطه المحليه دير تقرير بالمكتب المسير ولا بالمجلس اكمله، المجلس جماعه الغوا دير تقرير وتدفعوا للجهات المختصه ولا تدفعوا للعمله. ما كاينش اللي يديروا وما كاينش اللي يدير تقرير بان هذا الشيء راه هذه الجماعه ماشيه للهاويه. شكون اللي يدير التقرير؟ انا كنتفاعلوا خير ملي كيتبدل القائد ويجي القائد، كنتفاعلوا خير ملي كيمشي الخليفه ويجي الخليفه، كنتفاعلوا خير ملي كيمشي العامل ويجي العامل، كنقولوا ديما ان شاء الله غيكون الجديد، غيكون تحسن، غيكون المواطنين اللي المشاكل ديالهم غيستقبلوا الاعضاء، غيستقبلوا المجتمع المدني ولا الحقوقيين ولا وتا حاجه بحال مشى واحد كيجي الثمانه الاوليه كيدير ديك البهرجه وكيبقى يدور بالدوار وداك الشيء بان راه حاضر، وفي التالي كيجلس في المزراوه ولا يجلس في المروج وكيوصل له المكالمات. صافي هذا ديالي، هذا مع فلان، هذا فلان فيه المشاكل، هذا فلان ما تمشيش معاه، هذا ما تسمعلوش، هذا عطيه، هذا ما تعطيهش، هذا ما تتبعوش. هادشي اللي باقي في جماعه الغيوه دابا. اما الموتى تفناهم، اما الموظفين اللي مشى للحبس مشى، اللي مشى اللي مات، والجماعه هي ماشيه. انت كتشوف كيفاش دايره، ودابا انت كتشوف الحوادث كل شهر واحد حادثه، كل شهر 15 يوم حادثه. وسي عبد الرحيم اسمع لي انا عليت الرايه البيضاء استسلمت صافي، انا استسلمت. اسمع لي وسي عبد الرحيم، اسمع لي الله يعطيك الرضا، برد شويه وباش نهضروا باش بلاش. شنو منكر صاحبي كنشوف هادشي منكر. لا راه شوف راه كاملين دمنا راه سخون وواصلين لواحد الدرجه ديال الغليان لا تصور، ولكن لابد من نركزوا شويه باش نعرفوا نوروا الراي العام. شوف انا نقول لك واحد القضيه، تصور معي ان البولات عندي واحد الدائره ديالي كلها بولات، كلها مهرسين صافي، حتى وحده ما خدامه في الدائره ديالي، وبالشهاده ديال رئيس الجماعه. جيت عيطت للقائد، انا قلت له السيد القائد، قال لي قلت له راه كلشي الدوائر كاملين يعني يدخلوا لهم باش يصاوبوا ديك البولات، انا ما جاتني حتى شي بوله، ما جاتني حتى حاجه. هز التليفون عيط لرئيس الجماعه، رئيس الجماعه جاوبوا قال له صافي غدا نصوبوا. دابا شحال هذه غدا؟ هذه شهرين تقريبا او شهر ونص. حتى انا قال لي هكا. خليني نكمل السي عبد الرحيم باش المعلومه توصل للمواطن. قلنا هذه تقريبا شهر باش عيط، كل مره نعيط للرئيس انا يقول لي غدا بعد غدا، ها القصير داخل ها الطويل خارج، ها القصير داخل ها الطويل خارج. نعيط للسلطه يقول لي انا ما نعيط له غدا بعد غدا، السلطه كيعيط له ماشي ما كيعيطلوش، راه كيعيط له حداي، والاخر كيجاوبو حداك يقول له غدا بعد غدا. دابا هذه تقريبا الشهر الاول الزيتون قلت له السيد القائد ولا الجماعه رئيس الجماعه كيعيط له، قلت له هذا الزيتون الناس كتقصر بالليل، الناس كتخرج كذا، الناس كذا لابد من شوف راه البولات غادي يسمحوا له، راه غندير وحده في الجامع، وحده غنديرها في السيده، وحده غنديرها في المقبره، وحده غنديرها في كذا، وحده غنديرها في ما دار لا في السيده ولا في المقبره ولا في عند الحيين ولا عند الميتين. ها هو مازال كلشي مطفي دابا. باش نقول لك انا بان من يحمي رئيس جماعه الغواء، تصور معايا ما كيامن بالهضره ديال القائد، ما كيامن بالهضره السلطه رئيس الدائره، ما كيامن بالهضره ديال العامل، ما كيامن بالهضره ديال الملك جلاله الملك الله ينصرو. حتى جلاله الملك كيقول للمودي خصكم تخدموا البلاد وخصكم كذا، واللي ما قادرش يخدم خصو يمشي بحاله. ما كيسمع الهضره حتى شي واحد، حتى الهضره جلاله الملك والله ما كيسمعها. واش اللي ما يخافش من جلاله الملك عاد يخاف من القائد؟ ما يخاف. القائد يعيط له حدايا ويقول له غدا بعد غدا. ما كاين لا قائد ولا خليفه ولا رئيس دائره، كاين رئيس جماعه الغواء هو اللي يحكم في المغرب. كد عليه. واش هاد الفساد كامل اخي عبد الرحيم بالغواء، هاد المنكر كامل في جماعه الغواء، وما دخلت حتى شي مؤسسه تفتش، حتى شي مؤسسه دخلت على الخط تشوف شنو وقع في جماعه الغواء. ماشي احمد الناري هو اللي كيحكم، هو دابا اللي كيحكم حاليا، دابا ما كاينش من غيره. انا كنعتذر على الاسميه. الرايه البيضاء رئيس جماعه الغواء هو اللي كيحكم المغرب، حتى واحد اللي كيحكم فيه، حتى واحد. و20 عام المؤسسه المجلس على الحساب ما جاتش للغواء، 20 عام لقات ما جاوش للغواء، 20 عام. هو من حقي نشك نقول بانه هو اللي يحكم. هذا راه المنكر هذا صاحبي. واش هذه مؤسسه؟ واش الغواء جماعه الغواء مؤسسه تبع الدوله؟ ولا غير حط محطوطه تما واحد البنايه وصافي وسير بحالك دير فيه اللي بغيت؟ فقط بنايه فقط تستهلك، كتستهلك داكشي داك الميزانيه التيفيه اللي كتجي كتستهلك
يستهلكوها باللي بغاو همايا وكيسيروها على هواهم ويستافدوا الناس اللي تابعينهم كيستافدوا وصافي. اخ عبد الرحيم انا ما نسولك واحد السؤال. شوف عبد الرحيم انا غنسولك واحد السؤال وانا عارف داك السؤال الجواب اللي غتجاوب انت، ولكن انا خليني نسولك باش انت تجاوب باش المواطن يعرف شنو وقع. انا عارف بان الغيوه ما فيها والو، ولكن غنسولك هذه خلينا من الولايات السابقين، عطينا غير الولايه هذه شنو ضاف جماعه الغيوه من نهار ترشحنا هذه المره هذه نهار ترشحنا؟ واش كاين شي مشروع واحد دير من نهار ترشحنا لها المره هذه؟ المشروع شي مشروع شي بنايه شي مصيبه كحله شي واحد كبير دفناه شي حاجه. المشروع اللي داروه هما ولا اللي داروه 2021 دابا، راني ديك المره اللي فاتت قلتها، هو دوره ولا ولايه انتخابيه كامله ملتمسات طلبات التحويل الناس اللي شويه غتفهم التحويل شنو هو شي بلاصه ناقصاهم شويه الفلوس غنحولوا لينا باش نقدروا الشغل ديالنا بها. هذا التحويل ديال كل مره كيكون سميتو داك شراء العدد المعلوماتي. سي عبد الرحيم الا سمحتي معنا سي مراد نشوفوك واش يسمعنا. سي مراد سمعنا؟ كنسمعك سي جمال دابا. ياك الكلمه سي مراد انت شويه عبد الرحيم بحال ربما يكون عنده كونيكسيون عيانه ولا شي. تفضل سي مراد. كان عندي مشكل في التغطيه سي جمال. راني عارف سي مراد، راني عارف التغطيه. المشكل في التغطيه في الغيوه فيها مشكل مش عارف التغطيه حتى في التعريه. لا فيها مشكل في كل شيء. تفضل سي مراد. سي جمال ربما انا كنت اكثر واحد اللي كان قريب على المهم بعد الحادثه. المهم شوف ملي كتكون حاضر في الحادثه حتى الحاله النفسيه ديالك كتغير، كتزيد تعصب اكثر. ربما انت تكون تما غتكون سمعت الخبر غيدمرك نفسيا، لان هادشي راه بزاف وصل لواحد المرحله خطيره. لان علاش؟ الا حسبتي عدد الحوادث في سنه واحده راه كيتجاوز 7 واقيلا ولا 8 حاليا. وكل مره الاغلبيه المطلقه ربما كانت الحاله ديال الحافلات هي السبب. كتسمعني سي جمال؟ كنسمعوك سي مراد. تفضل. كاين هذا المشكل هذا ديال الحاله ديال الحافلات. دابا حنا باش انتم مشيتوا طرقتوا لما هو عام، ولكن انا مازال غنهضر على النقل المدرسي بكثر. لا محتاج لك في النقل المدرسي السي مراد ومحتاج لك في هذا الاكسيدون هذا النهار. في الاكسيدون هذا النهار نقدر نعاود لك انا التفاصيل اكثر الله اعلم. تفضل. تفاصيل ما بعد الحادثه. تفضل. شوف الدراري راه نفسيا راهم كلاو الدقه بلا ما نهضروا على جسديا. حاليا الدراري راه تلاقيتهم بالليل عاد تلاقيت اللي هذاك راه حالتهم ماشي هي هذيك، لان كل مره كتوقع حادثه كيولي خايف. واحد الدري اللي بقيت معاهم في الطبيب كيقول لك انا والله لا ورجع على الترونسبور والله لا مشيت نقرا، انا من ناقص من هذه القرايه انا ما غنرجعش نقرا. حول ولا قوه الا بالله. انا ما غنرجعش نقرا لان علاش؟ شاف الحاله الاولى وشاف الحاله الثانيه وليني وصلت لهذه الحاله راه صعيب الحال. كيقول لك انا اللهم نخرج بحالي ولا نبقى هذا. والحاله النفسيه ديال الوالدين لان كل مره كيبقى شوف شي مرات كتعطل غير ربع ساعه كيوليو الوالدين كيصونيو اش وقع ياك لاباس ما وقعت شي حاجه. يعني دائما عارفين بان كاين شي حاجه ما يمكنش تعطل انه ما كاين حتى شي حاجه. قضيه ديال النقل الحالات ديال الحافلات تقريبا كامله وخصوصا هذا اللي كان هذا النهار حاله جد مهترئه. واحد القضيه واحده اخرى كاين واحد العوامل واحده اخرى. دابا العوامل انا نعطيك كمثال. حنايا مثلا في الحجيين حنا حبذا لك وكل مره كنا كنهضروا عليها حبذا لك كان السائق يكون من الحجيين لان الضغط على الشيفور باش مثلا في ساعه المكانه او في هذاك يمشي ويتغدى ويدير كل شيء راه صعيب عليه. كيولي السائق ديما كيمشي بتهور بسرعه والسرعه ديما كتكون فيها الخطر. كاين مهم العوامل راه كثيره وكل شيء كيتشارك في هذا الشيء. راه حنايا قدمنا شكايات من قبل وتكلمنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا. تكلمنا ان الحافلات ديما في الصيف خصها تصلح وفي ايام العطل خصها تصلح. ديما السيد الرئيس كيقول لك الحاله ديال الحافلات راه مزيانه ولكن الحاله ديال الحافلات ملي كتكون مزيانه راه ما خصهاش دير الحوادث.
راه شوف لا حول لا قوه الا بالله، راه هادشي راه ولا كيقلع. نعم واش شفتي ديك الفيديو ديال ديك الداخل ديال النقل المدرسي كي داير؟ وراني شفتو بعيني، شفتو واش بعيني. دابا هذيك اخي مراد حنا كنصوتوا كل عام، اخي مراد كنصوتوا، انا زعما صراحه اقسم بالله الا كان كنا كنصوتوا بالزور دابا على هذا الحساب هذا. صوتنا السي بالزور، جمال، السي صوتنا جمال، اخي. شوف حتى شتي الحاله ديالو ديك الساعات في ديك الصوره. نقول لك واحد القضيه، راه نيه ما الشتا، راه كيما كطيح الشتا على برا، راه الدراري كطيح لهم الشتا لداخل. خصنا الميكا، هادشي اللي مازال سي عبد الرحيم. ميزانيه الميكا عاود خصنا الميكا باش نشريو كيما شري ديك الريتو الميزانيه شحال حيت هذا. الفصل ما فيه، ما عندناش ميزانيه نشري الميكا واحد الفصل فيه الميكا، ولكن غنديرو دابا غنديرو الفصل ديال التعويضات عنده، والفصل الميكا ما درناش. السي عبد الرحيم رجاء باش نوروا الراي العام مع السي مراد، الله يعطيك الستر. انا نرجع عندك السي عبد الرحيم. السي مراد، نعم. انت كمواطن قبل ما انك تكون عضو من داخل جماعه الغيوه، انت عندك ولدك في الحجيه، نعم. كيفاش كتكون النفسيه ديالك؟ انت شتي الحديثه، كيفاش كتكون النفسيه ديالك ولا الحاله الحاله؟ شوف الله يحسن العوان، راه الحاله ديالي انا اللي ما عندي تدري، عندي غير افراد من العائله، راه الحاله كتكون مدمر. شوف هي كتسمع، شوف واش الدري غيبقى يقرا حياته كامله هكا ديما معرض للخطر؟ راه الحاله ديال الناس، وبالخصوص نقول لك واحد القضيه. شوف باش واحد التفاصيل واحده اخرى. شوف العذاب مع الجماعه ديالنا، وملي الدراري مشاو للسبيطار مع ما كاين حتى شي مسؤول معاهم، حتى شي واحد ما معاهم، كانوا ناس قلالين ماشي على هذاك. يعني باش الدري راه كيكون ما عارف حتى شي حاجه شنو يدير، حيت الوالدين عاد كيجيو ما عارفش شنو خصو يدير. الدري تالف، ما معاهم لا جماعه لا والو لا رئيس لا. شوف ما كان لا رئيس لا حتى شي واحد من اعضاء المكتب، ما كان حتى شي واحد. مشكورين سي مراد باش ما تفوتنيش اللقطه ولا ما يفوتنيش هذا مشكورين بعض الاعوان ولا موظفين ديال المستشفى الاقليمي مشكورين، دخلوا في كما كيقولوا في الوقت المناسب، مع العلم اتصلوا بيا واتصلت بهم حتى انايا، شكرتهم بزاف لان قدموا لي المساعده قبل ما يوصلوا العائلات ديالهم. هذه النقطه هذه. لا شوف هذه القضيه راه حقيقيه، رانا حنا شفناها بعينينا. ما شفتوهاش؟ شفناها بعينينا. هادشي كاين موظفين اللي كون ما كانوش كون بقاو الناس حاصلين، كون بقاو التلاميذ ديالنا حاصلين. هاد الحقيقه راه كاينه. تفضل السي مراد. سي جمال شوف الكلمات، شوف الكلمات، شوف اللي في الخاطر لداخل راه ما يقدرش يتقال، لان هادشي صعيب، واخا تعيا ما تعبر، راه هادشي صعيب. راه ملي كتشوف هادشي راه شوف ما تقدر، لان علاش ملي كتكون في موقع المسؤوليه كتكون كثر. شي مرات كما قلتي انت حنا كنفكروا في الاستقاله، شي مرات كنقول سعدات اللي ماشي عضو، سعدات اللي ماشي عضو. ان علاش كتكون دابا انت كتقاتل داخل في الجماعه ولا برا من الجماعه، كتقاتل على شي حوايج، كتقاتل على هذه القضيه الترونسبور وما كتشوفش النتيجه، بلا ما نهضروا على حوايج اخرين، على هذه القضيه ديال الاناره العموميه، على الطرقان، على هذاك. حنايا شوف حنا حتى وليت مع السلطه عندي مشكل خاص غير مع النقل المدرسي، وليت كنعيط على حسب مشكل النقل المدرسي. والله الا وليت كننسى قضيه الاناره العموميه، وليت كننسى الطرقان. علاش؟ لان في الحاجيين ديما كنعانيو، بخصوص الحاجيين. وليت دابا سي مراد تبع عزو الكرواطف اتابع الزون، ولكن شوف مهم الا كنا بجوج حنا كثار. المهم وليت كنتصل بالسلطه الاغلبيه الو السيد راه المشكل في الترونسبور، الو ترونسبور. يعني وليت خاصك كل مره تعيط على حساب الترونسبور. اما باش نهضروا في النقط الاخرى، وانا وليت كنتمنى يعالجوا لنا غير المشكل ديال الترونسبور. وليت كنتمنى ان السيد الرئيس يولي يهتم غير بالترونسبور وما خصناش البولات. وواحد اللحظه وليت كنقولها في دماغي هكا، كنقول بصح بغى يصلح لنا غير الترونسبور، غير ولادنا يمشيو بخير ويجيو على خير. السي مراد
وسي عبد الرحيم، هذا السؤال لنا ثلاثه بينا. ما كتسالوش علاش رئيس الجماعه ما حاولش يدير شراكه مع شي جمعيه من اجل التسيير ديال هذا النقل المدرسي؟ وشنو هي الاسباب اللي خلات رئيس الجماعه ما يعطيش النقل المدرسي لشي جمعيه؟ اسمح لي يا سي جمال. شوف، انا غير باش نفكر بواحد النقطه. احنا درنا واحد الشراكه مع مجموعه جماعات التعاون. لا، هذاك راي اخر، هذاك مشكل اخر. هذاك مشكل اعمق. هذاك مشكل اخر. دابا حنا كنهضروا، ها هو مثلا المشكل ديال النقل المدرسي هو مازال عند الغيوه كتسير، ياك؟ هذاك التخلي ديال السلطات الاقليميه وديال مجموعه جماعه التعاون على الدور ديالها وتفعيل الدور ديالها بالنسبه للنقل المدرسي، والمخالفه ديالها او يعني خلفه العهد والاتفاقيه اللي دارت مع جماعات كاملين، هذه كيخصها دعوه قضائيه. ولكن هذاك موضوع قدام كتشدو قدام كتشد، هي الدعوه كتشاد، هي مسؤوليه. لكن دابا حنا نفترضوا ان ما كاينش اتفاقيه كاع، على الرئيس انه يمشي يدعي مجموعه جماعه التعاون. حنا ما كنهضروش في الاتفاقيه، شغلوا هذاك معاها، دار معاهم اتفاقيه يمشي يحل معاهم المشكل. حنا ماشي شغلنا، حنا شغلنا هو ان النقل المدرسي كيتسير والجماعه ديالنا يتحمل مسؤوليته في التسيير ديالها، لا اقل ولا اكثر. يدار معاها شراكه وكيخلص لها الفلوس، خصو يمشي يحاسبها يقول لها ترونسبور انا والله ما نخدموا. واش فهمتي يا اخي نور؟ سي جمال، شوف، انا نقول لك علاش ما كاينش جمعيه. السيد الرئيس راه طول ولايات هما، ولا كيفكر كلشي سياسي انتخابي، الاصوات كلشي. هذا هو العمليه الحسابيه ديالو، ما كيفكر في حتى شي حاجه. شوف دابا انت ملي كتشوف ان مثلا المعارضه ما استافدوش من الاناره العموميه، شنو كتفسرها؟ كيخدم سياسه ضدنا. ماشي كيمشي انه كيخدم المواطن. وخدم المواطن، ملي غتخدم السيد الرئيس المواطن راه كتخدم السياسه ضدنا. ولكن انت السياسه ديالك ديال العنصريه، هاد العنصريه هي اللي كاينه في السيد الرئيس. ونقول لك واحد القضيه، هاد النهار سمعت واحد الهضره. شوف كيقول لك حنايا في الفرغيوه عندنا شوافريه موجودين تبارك الله، والتوجه كيقول لك هاد الهضره كنسمع هذا التوجه السياسي ديال الرئيس ولا كيختار سائقين من الجهه اللي فيها الدائره ديالو باش ينجح انتخابيا. هذا من الاول كاين، ماشي عاد قبل ما ننسى واحد السؤال الله يعطيك الرضا. قالوا بان الشيفور اللي كان في النقل المدرسي شيفور حديث الرخصه، بمعنى عاد شاد الرخصه، صحيح هادشي؟ شوف هادشي انا ما نقدرش نعرف، لان ما نقدرش نعرف المعلومات الشخصيه ديالو باش نعرف واش قريب ما كنتش انت ولا السي عبد الرحمن عنده شي معلومه. انا غير سمعت هذه مشي مواطن عيط ليه وهضر معايا وداك الشيء في هذيك الحديثه، هو اللي صيفط لي التصاور وصيفط لي كل شيء. قال لي اودي راه المشكل هابني ناتج. قال لك الشيفور اللي كيسوق الكار دابا حاليا راه عاد داروا له الرخصه. قال لك الله اعلم، حنا كنتسال الله. شوف سي جمال نزيدك، يعني هذا سياسه انتخابيه. مهم نقولوا الصدفه ان كاين غير شوافريه غير في الدائره ديالو. نزيدك ترونسبور اللي مزيان، احسن ترونسبورات ديما جداد. وانا حنا سمعنا بان كاين ترونسبور جديد اللي جاي. كان سمعناها واكدتنا السلطه وهذاك. لحد الان مازال ما بانش. يا ريت مصر كما يوصلش من نضربوا به شي كتيبه. انا كنقول ترونسبور جديد غيمشي للدائره ديال الرئيس لانه كيخدم السياسه. مصر ما يجيش هذاك الكار، غيتهرس واه مصر كما كيجيش. حنا خصنا زعما شوف العقليه السياسيه ديال السيد الرئيس الحاليه هي السبب ديال 90% ديال الدمار ديال الغيوه. صحيح. وهاد العنصريه اللي كينتجها، لان حاليا راه السلطات تدخل، السلطات ماشي اللي هنايا، السلطات العليا. لان علاش هاد السياسات هذه راه كتأذي المواطنين. صحيح. والعالم القروي راه كيتزيد يتهمش بسياسيين بحال هادو. صحيح. ومازال شوف السي مراد، انا ما نقول لك واحد القضيه، لان المواطن الرغيوي ما بغاش يفهم. والله دابا حنا كنديروا السياسه وكنديروا كذا. انا اقترحت على السي عبد الرحيم وهادشي ناقشنا في التليفون انا وياه، وكنت عاودنا نتصل بك في التليفون وناخذوا رايك من هذاك الميزو. قلنا بان حنا رفعنا الرايه البيضاء، ما يمكنناش نساهموا في هذه الجريمه اللي كدار لان حنا شوف السي مراد، حنا مسؤولين من داخل هذا المجلس، وما يقع على الغيوه دابا حاليا جزء من المسؤوليه ديالنا اللي كيعانيوه المواطنين جماعه الغيوه. حنا مسؤولين في هذا الشيء اللي كيوقع في جماعه الغيوه باش تكون عارف. راه ما نقولوش حنا حيت معارضه ولا والو، المجلس الذي يسير جماعه الغيوه. اذا حنا جزء لا يتجزا من المشاكل اللي وقع في الغيوه. وبالتالي انا قلت بان
جا الوقيته اللي نعليو الرايه البيضاء ونعتذروا لساكنه جماعه الغيوه ونحطوا الاستقاله ديالنا ونمشيو بحالاتنا، لان السلطه ضد المصلحه الغيوه، خاصه السلطه الغيوه ضد المصلحه الغيوه، المكتب المسير لجماعه الغيوه ضد المصلحه الغيوه، بعض الاعيان بجماعه الغيوه ضد المصلحه الغيوه، كلهم ما كاينش بعض، كلهم. هذا المصطلح هذا ديال بعض ما حي سحبوه. كي كان بعض ربما البعض الاخر يقدم لنا شي حاجه اضافه مزيانه. كلهم الاعيان الغيوه كاملين هما اللي مساهمين في الضباب الغيوه، هما اللي كينصبوا، هما اللي كيتعاونوا مع الفاسدين والمفسدين. ما كاينش جول، كلهم ما تستثني حتى شي واحد، وكنتحمل المسؤوليه. هادشي اللي كنقول انا. كاين بعض الاعيان السي عبد الرحيم اللي ربما ما باينينش في الساحه السياسيه. حنا كنقولوا اللي معانا في ارض الواقع اللي كنشوفوه بعينينا وكنشوفوا المواطن كاملين هما اللي كينصبوا، هما اللي كيخدموا مع المفسدين المصالح ديالهم، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال المواطن. التهميش وهذه الحاله اللي وصلوا لها ساكنه الغيوه كامله هما اللي كيتحملوا اكثر من الرئيس، لان الرئيس شي فرع وار كما كيقولوا. الرئيس غير محطوط، الرئيس اللي كيكون محطوط قال له دير هذه غيدير هذه، بزز عليه. علاش؟ لان الا ما دارش داكشي الدوره المجيه والله بها لا طلع ويخسر عليه اللي كان. شنو غنبقاو نزوقوا؟ ماشي ما كاينش الدوار، هذا الواقع. واش الواقع كلشي كيشوفوا؟ سي عبد الرحيم، كاين الاعيان اللي كيدعموا مثلا واحد التوجه معين سواء كان الرئيس او اتجاه اخر، كيدعموا باش مثلا يقرب ماشي غير في الغيوه، في جميع الجماعات، باش يدير له تجزئه في الارض ديالو. كاين واحد كنهضروا دابا على الغيوه. ايوا اسمح لي غادي انا ماشي غير غيوه اللي كيتصنتوا فينا، كاين بزاف الناس كيتصنتوا فينا. كاين اللي كيدعم الرئيس باش يوظف له بنته ولا يوظف له خاه ولا يقرب له كذا في الموظفين العراضيين. كاين اللي كيدعم الرئيس باش مثلا ياخذ من عنده المازوت ولا من عنده شي حاجه، ولا الا كان عنده شي بومبا او عنده شيء من هذا القبيل. كاين بزاف ديال الانواع ديال الاعوان ديال الاعيان عندهم اهداف مختلفه، لكن حنايا سي جمال بقى نقاطعك في هذه النقطه ديال المازوت، وربما هذه النقطه هذه كنت دخلت فيها انا في جميع الدورات اللي النهار اللي كنكونوا كنديروا الميزانيه في الدوره العاديه ديال اكتوبر ديال شهر 10. واش المازوت كيدار من الغيوه حتى لبني وليد والشيفور راه في تاونات والنقل المدرسي راه في تاونات والمازوت راه في بني وليد، وغيرجع يجيب الطلبه ولا التلاميذ ولا الميت ولا المريض من الغيوه ويديه لتاونات ولا الفاس؟ واش تصور اكثر من هذا الشيء؟ وهذا الشيء في المحاكمه وماشي محاسبه، والمحاكمه. وجميع البومبات في التاونات ما كيتفقوش مع جماعه الغيوه وديال بهوده وديال الاسكار وديال خلافه وديال العين عائشه، وخصك تمشي تجيب المازوت وخصك تمشي لبني وليد. علاش؟ شنو هو الهدف من بان الرئيس ما يديرش بوند كوموند مع البومبات اللي قرابين في الطريق؟ واش هذا ماشي تسيير العشوائي؟ واش هذا ماشي مصيبه كحله ديال باش نهزوا حنايا الكار وندير 4 الكيران ولا 3 الكيران؟ هو كيقول عندنا 5، ديما كيقول لي عندنا 5 وما عندنا واحد. واحد وعندنا واحد ومهرس وكيمشي حتى لبني وليد باش يدير 20,000 فرق ضد الطريق و20,000 فرق 200 درهم ضد الطريق و200 درهم ضد المازوت. واش عباد الله هذا ماشي مصيبه كحله؟ السلطه ما كتشوفش هذا الشيء؟ سي عبد الرحيم حنا خرجنا بخلاصه ان السلطه بجماعه الغواه هي اليد اليمنى للمكتب المسير. ايوا صافي نمشيو بحالنا، صافي نمشيو بحالنا. علاش غنبقاو حنايا؟ شنو هو الدور ديالنا؟ نيكو شي ضدنا، شنو هو الدور ديالنا؟ نمشيو بحالنا صافي. ما بقاش اكثر من هذا الشيء. كاين جوج حوايج، يا اما غنمشيو بحالنا ونحطوا الاستقاله ديالنا ونقولوا لهم الله يهنيكم، واما غنطلعوا ولادنا ونطلعوا حوايجاتنا ونكسوا على ذاك العماله. حنايا شوف فيا هذا الاحتجاج راني قلت لك مشروع غنمشيو نديروه حنا شخصيا امام العماله نهار الجمعه الصباح ان شاء الله بجوج الله نصبحوا تما. وديك الساعات الا ما استجبوا شي لنا عاوتاني نعيطوا للكتيبه ديالنا، نعيطوا لبنادم الناس ديالنا، نعيطوا لولادنا، نعيطوا لنسابنا نطلعوهم ويطلعوا الناس الناس تكرهات. وديك الساعات الاستقاله بغدا واستقاله بغدا. واش كثر من هذا الشيء؟ واش الدوائر كتشوفوهمش؟ واش ما كيشوفوش النقل المدرسي المواطن فين كيمشي؟ واش ما كاينش الكرسي
وانا الحادثه ما كنهضرش عليها وما بقيتش كنهضر على الحادثه. الحمد لله ملي ما ماتوش الناس ما بقيتش كنهضر على الحادثه، وليت كنهضر غير على ذاك الكيران اللي ما فيهش الكراسه والعبد كتشوف والدار كيشوف والسلطه كيشوف والشيخ كيشوف والمقدم كيشوف والقايد كيشوف، وهادشي كامل ما كاينش. حنا كنشوشوا، حنا ملي كنهضروا على هادشي كنقول لك نتوما كتشوشوا، حنا ما كنشوشوش. الصحافه صورت كلشي، كلشي بان. دابا حنايا حنا حمر، حنا ما بقيناش بعقولنا، حنا حمر. سي عبد الرحيم صافي. سي عبد الرحيم غادي نرجع عندك. سي مراد هاد لاكسيدون هذه هي النقطه التي افاضت الكاس. ديجا حطيت لك واحد السؤال مسبقا وانا جاوبت عليه والسي عبد الرحيم جاوب عليه. دابا حاليا حنا قضايا ديما كنهضروا على هذه المعارضه وكنقولوا ما درنا والو ما داروا لنا والو. واش هم خي مراد تقريبا من الجامعه الله يعطيك الستر طمئنا بشي حاجه دار هذاك المكتب في ذيك الغيوه والله يرحم بابا. عطينا شي حاجه دار المكتب. سي جمال شوف انا كنت كنفكر في واحد الحاجه واحده اخرى ملي قلتي الاستقاله. المهم هي درنا واحد اللايف من قبل وكنا رفعنا واحد التحدي اللي عقلتي عليه. حنايا قلنا بان الجماعه الرقم ديالها هو 0 في المشاريع، وجماعه ديالاش ديال المراسلات، لان الدورات كامله مراسلات والتحويلات. انا لم حيدوا جماعه حيدوا الجماعه الغيوه وكتبوا عليها جماعه المراسلات. المراسلات والتحويلات، والتحويل من الفصل للفصل ما كاين حتى شي حاجه على ارض الواقع. الحاجه اللي دارت لي في دماغي يا سي جمال كيفاش ان جلاله الملك يدعو الى تشبيب السياسه والحكومه وهذاك زعما تا ما اللي غيكون جاي في الانتخابات البرلمانيه جديده ديال سن 35 وغيكون الدعم، يعني الدعم ديال الشباب، يعني الدوله ماشي خطه تشبيب السياسه ديال تشبيب السياسه. تخيل ان شباب الغيوه يعني هنايا اصغر سنا، انا وانت وعبد الرحيم من الناس اللي اصغر سنا في الجماعه ديالنا. شرفنا دابا حنا راه شرفنا راه ديباسينا 40. المهم اللي تما كاملين كبر مننا الاغلبيه من غير العنصر النسوي اللي في هذاك، واني حنايا من العناصر الشابه اللي كاينه في هذاك. تخيل ان العناصر الشابه غتحط استقاله، واش ما كتوجهش الرساله للشباب اللي جايين انهم بلا ما يدخلوا السياسه؟ انا نقولها لمهنا صاحبي، انا نقولها لمهنا في ظل وجود السلطه اللي حاليا كاينه بجماعه الغيوه الخليفه والقايد وزيد وفي ظل وجود مثل هاد المنتخبون هادو، وفي ظل وجود هاد اليد الخفيه اللي كتغطي على الفساد. الشباب ما عنده ما يدير في السياسه اخويا مراد، واللي ما عندوش الا عندك مثلا فلوس وعندك ماشي حنا اللي كنعطيوهم هاد الرساله، الدوله كتعطيهم رساله ديال التشبيب، ولكن السلطه اللي قريبه لنا اللي في الاقليم ديالنا كتعطي رساله للشباب كتقول له ما تقربش للسياسه، خليو الناس اللي قدامين هما اللي يبقاو في السياسه. اللي عندهم غير مراد باش يخلصوا ولا هكا اللي عندهم. اسي مراد نكونوا انا وانت واضحين، ونحن لا نتهم احدا، هذا مجرد سؤال عام. انت السي مراد رئيس جماعه ماشي الغيوه، حيد من الغيوه وحيد من سلطه الغيوه وحيد من كل شيء. انت رئيس الغيوه تسحيلي كاع، رئيس جماعه تسحيلي كاع، صافي. هذه الجماعه هذه غادي يجي عندك مثلا القايد ويقول لك اري بوند الماضي تعطي له، يقول لك اري بوند الماضي تعطي له، يقول لك اعطيني 50 درهم اعطيها له. يجي عندك مثلا شي واحد من ديك الاعيان ويقول لك صوب لي هاد القضيه هذه واخا مخالفه للقانون غتصوبها له. يستحيل، هذه راه باينه، راه الجميع كتعرفني. انت ما صلاش رئيس جماعه، لاش تكون شاب او كون صغير او كون شارف او كون اللي بغيتي، راه رئيس جماعه في هذه الوقيته هذه في هذه الاونه هكا. هذا هو المعايير اللي كياخذوا بها. خصهم الرئيس جماعه اللي يعطي البوند المازوت، خصهم رئيس جماعه اللي يعطي الحلاوه، خصهم رئيس جماعه اللي يغطي القايد ويغطي الباشا ويغطي العامل ويغطي كذا، خصهم رئيس جماعه اللي صاحبي راه شوف. انا واحد المره كنت نقلب على باش ندير مقدم، وجلست مع واحد الناس كبار تبارك الله يعرفوا في الدنيا، عدوا في الدنيا وجابوا. قال لي يا جماعه قال لي واش باغي دير فلان مقدم؟ قلت له انا ما ندير شيء ولكن كنقترح. شنو قال لي؟
وقال المقدم خصو يكون يغدي القايد، ولا جا عنده القايد يغديه، ولا جا عنده كذا. شوف على فكره يعني فكرك كيفاش دايره، بمعنى المقدم خصو يكون يغدي، وفلان خصو يكون يغدي، والرئيس خصو يكون يوكل، والمازوت خصو يتعطى. هذه هي السياسه اللي ماشيه في البلاد، ماشي غير في جماعه الغيوه. سي مراد لك الكلمه اذا مازال عندك مرض. وراسي جمال، ربما الكلمه كنعطيو يعني الدور الان للسلطات والسيد الرئيس، نشوفوا شنو غيديروا في هذه الفضيحه اللي دارها لنا. ما عنديش شي كلمه واحده اخرى اللي غنقدر نزيدها. انا شوف هادشي اللي وقع هاد النهار كنا كنبهوا ليه ديما، راه من بدايه الولايه وحنا كنبهوا ليه كل مره كنبهوا على الحاله ديال السيارات ديال النقل المدرسي وحتى سيارات الاسعاف، ديما كنا كنبهوا. ولكن واش تعقل على السؤال اللي كنا وجهناه للسيد الرئيس، قال لك ان الحاله ديال الحافلات كامله في الاصلاح، انها كامله مصلوحه وغتدخل. حيتاش اسمح لي سي مراد، حيتاش انا قلت له حافلات النقل المدرسي كيتصلحوا في الصيف، ماشي حتى شهر 11 ولا شهر 10. الحافلات ديال النقل المدرسي كيتصاوبوا في الصيف، والميزانيه ديالهم كاينه ديال الاصلاح. وملي وقع 3 في شهر 9 ولا 5 في شهر 9 بدايه الدخول المدرسي كيكون كلشي واجب. جاوبنا كامله مقاده. انا غنرجع عندك باش نعطي الكلمه الاخيره السي مراد، ونرجع عندك نعطيك الكلمه الاخيره. ولكن قبل ما نعطي الكلمه الاخيره لابد ما غادي نقول لك واحد القضيه. دابا حاليا راه كيتصنتوا فينا بعض الناس من مكتب مسير، هو الرئيس ما نديروش شي حاجه. لا غير اسمح لي راه فرحانين دابا. واش عرفتي علاش؟ حنا واجهنا السلطه. الله يعطيك الرضا. يقولوا واش انا راني كنعرف هذا الشيء، كنعرف. اسمع لي استاذ، اسمع لي. كيقولوا واش شتي راه ماشي هو وجهوا لنا، راه وجهوا هادو ضد السلطه، هادو كلشي قبيح. اذا دابا هما فرحانين. لا كيقولوا هادو قباحين، ماشي غير معنا حنا، راه كينتقدوا حتى السلطه. واش السلطه دابا هما عندهم اللي ينتقد السلطه؟ راه عندهم حرام. ولا اسمع لي، ماشي ملكي وماشي مواطن وماشي وطني، وما يبغيش الله وما يبغي كلشي اللي ينتقد القائد او المقدم. راه ما يبغي لا الله ولا الوطن ولا الملك، ما يبغي حتى واحد. عندهم اي واحد كينتقد القائد بحال اللي كينتقد الملك وينتقد الوطن وينتقد الله، مع العلم ان بعض القياد والخلايف هما السبب في فساد التنميه بالاقليم تاعنا. بعض ماشي كلشي، ولكن هما السبب ديال الدمار ديال التنميه بالاقليم تاعنا. وهذه رساله للسلطات الاقليميه انها تعيد النظر في التعيين او في التسيير ديال هذو القياد او بعض القياد وبعض الخلايف بالاقليم تاعنا. لك الكلمه السي مراد الاخيره، ونعطي الكلمه السي عبد الرحيم باش يقول الكلمه الاخيره ديالو، باش نحاولوا ما نطولوش بزاف. تفضل اخي مراد الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره سي جمال هي اللي قلتي، ربما غنتوجهوا للاستقاله، لان الا ما تفاعلوش معنا الاستقاله احسن لنا. هادشي اللي كاين. راه ما غتفاعلوش معك عكو هاني. ايوا نقول خليفه قبيح وعاد يتفاعلوا معك، ما غيتفاعلوش. لا شوف، الا كان هما غيتسناونا حنا غنقولوا السلطه قبيحه باش يفرحوا يزيانوا بوجههم يبيضوا وجههم، حنا غنستقلوا ونمشيو بحالنا ويخليوهم زوينين هما، وخليوهم بينهم وبين المواطنين. هي هذه بهالطريقه هذه. صحيح. يوم الجمعه ان شاء الله غادي نتلاقاو حدا السي مراد حدا العماله، ونكتبوا الاستقاله ديالنا ونحطوها. السي عزيز ابو الجواد ما طلعش، ولكن اعتذر برساله نصيه على اساس عنده شي حاجه خاصه به، وبالتالي حتى هو قال لك ما تقولون يقول، وداك الشيء اللي غيديروه هو. اذا حنا باربعه بنا الاعضاء، بالاضافه الى واحد الجريمه مديوره في الغيوه في العهد العام السابق ومازال لحد الان. تصوروا معي ان الجماعه حيدت 3 ديال العضوات وما تعلنش على الانتخابات ديالهم. في لا ليست برانسيبال اللي كنسنيو فيها في الجماعه كاينين 13، ولكن في القانون كاينين 16. الجماعه ترضت 3 والسلطه ما دارتش انتخابات ل3، وبالتالي جماعه الغيوه عندها 13 عضو. اللهم هذا منكر، ما عمري شفت في شي قانون وما عمري شفت في شي دوله وما عمري شفت في شي بلاد. علاش باغي يعوضوهم؟ شنو يعوضوه؟ غير موت وغير 3 غير موت. ايوا العبث. واش الاغلبيه كاينه؟ عبد الرحيم
وتصور معي وتصور معي الجماعه، واسمعني، الجماعه حيدت ثلاثه الاعضاء. شحال عندها لا ليست ديالها؟ لا ليست كدير فيها 13. اخ. والسلطه شحال عندها في لا ليست ديالها؟ عندها 16. علاش؟ لان السلطه لو كان عندها 13 لو كان راه عاودت انتخابات. دابا هي ما عاودت انتخابات والجماعه دايره 13. الله يذكرك بخير، واحد العضو سابق كان قبل مني قال له الله على عاود ثاني، ما كان بطريقه لينه، قال له دخلني انا الانتخابات وخدم مع صاحبه وصوت على اخوه، كان انتخابات هذه كالويل. هذا الواقع. ايوا ميساج باين. وشو نقول لك، وراه المنكر ماشي تسير في الاقليم تاعنا، المنكر الجماعه دايره 13، القانون التنظيمي فيه 16، السلطه وصلت التقرير ديال المقرر ديال الدوره، ما عاودتش انتخابات، ولكن الرئيس خدا المقرر ديالو وحيد ثلاثه العضوات، هو المحكمه الاداريه، هو المحكمه الدوليه، هو هاي ما عمل لا السلطه، ولكن السلطه وصلوا للمقررات غير 13. وهذا رسول الله قال شي حاجه؟ لا، ما قالت له شنو كدير، ما عاودت انتخابات ديك ثلاثه. دابا انت غنقدم استقاله بالزربه مقبوله منه. لا شوف بالزربه علاش غيديروا انتخابات اخرى ولا؟ وبالزربه غير سير مغطى. شوف اخي عبد الرحيم، والله ثم والله لا يشرفني ابدا انني نمارس السياسه في ظل هذا الوسخ اللي واقع دابا. صافي راه ميساج. والله لا يشرفني ان يسطر بقلم ولو من ذات ديال الوسخ انني دزت جماعه الغوا في ظل هذا التسيير هذا، لا من الجهه ديال السلطه ولا من الجهه ديال المكتب المسير، يعني ماشي في الخبث. علاش غنبقى عضو تما انا؟ اللهم يتسجل عليا 3 سنين ديال الويل الكحل، ولا يتسجل عليا 6 سنين ديال الظلم والظلمات. علاش غنبقى نضحك على الناس انا وانا قادر نجيب لهم حتى حاجه؟ علاش؟ هما كيتحملوا المسؤوليه. سي عبد الرحيم، الكلمه الاخيره الله يعطيك السر باش نساليوها كلمات هما ما عندي ما نقول، صافي تسالاو لي انا دابا ملي شفت هذيك الحاله بهذا النهار زيد تسالاو لي. انا حضرت على الوفاه ديال الاكسيدون اللي فاتت ديال السيد اللي مربيصه، وصورت الكرب بديك الطريقه، وعيطت للسلطه وما بغاتش تجاوبني، ودرنا اللايف. ولكن هذه الحاله اللي شفناها هذا النهار بدك الكراسي حافله بلا كراسه، والحافله اللي كاينه في الجماعه اللي حادين عليها ما خداماش حتى هي ما عندها حتى شي كرسي لداخل، كيجبدوا هذه ويطعموا هذه. هذا هو الاصلاح. والبوان راهم كيتصرفوا، البوان قول لي شي بون ديال الاصلاح دخل البرمجه طفى شهر جوج، قول لي شي بون ديال المازوط اللي عندنا واحد. سي عبد الرحيم راه كنديروا التحويل باش نكملوا المازوط. دابا غير سير معايا وري، قول لك انت كعضو معانا وانا كعضو، واعطيني شي عام من 2015 اللي دخلنا السياسه حتى لحد الان، واش شي نهار في شهر جوج قالنا الرئيس بان بقات 21 مليون المازوط، بان عندنا الطوموبيلات خاسرين، ولا عندنا ديال البون ديال الفصل ديال الاصلاح هياكل السيارات بقى فينا شي مليون ولا جوج ما تصرفتش، ولا واش فهمت؟ يعطيني شي وحده. كاملين كيتصرفوا قبل الوقت، وكاملين كيمشيو قبل ما يوصلوا للشهر ديال 12 وكاملين كيمشيو في 3 شهور و 4 شهور قبل ما يبدا حتى الكار. اسمع ايوا اسمع صاحبي، كنعتذر راني انا ما نكذبش عليك، واحد كنعتذر والله، كنعتذر اللي شاف هذا الشيء بعدا، راني في واحد الحاله حرجه والله. اسمع لا سي عبد الرحيم، اسمعني. الجماعه الوحيده في المغرب اللي كتعطي البوند كوموند ديال بياس دو روشونج لاحد الاعضاء ديالها، هي جماعه الغيوه، بالطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره الله اعلم، ولكن اللي كيستعمل البوند كوموند ديال بياس دو روشونج صافي لونطون، ماشي دابا مش شحال هذه، هو عضو معاه. شي جماعه شي سلطه تقلب
السي جمال لا ديريكت. السي مراد اسمح لي واحد الكلمه. واحد غير ملي هضرتي على الحافله ديال النقل المدرسي اللي محطوطه حدا الجماعه، حيت كما كنسمعوا شوف الاشاعات ملي كتقوى ربما كيكون المصدر غيكون صحيح، وهو هذا كما قال السي جمال ان البوند ديال الاصلاح على ما نسمع وكل شيء جميع المواطنين الاغلبيه كيقول لك ان كيتوجه لواحد العضو. انا هذا النهار اسمح لي يا سي جمال، انا هذا النهار هذا سمعت واحد الاشاعه كيقول لك ان الحاله ديال الترونسبور اللي حدا الجماعه قابله للاصلاح. راه ماشي ضرب قصيده وتقسم، خصو محرك، خصو عجلات، يعني قابله للاصلاح. كيقول لك ان السيد الرئيس كيحاول ما يصلحوش باش يتباع على شكل في المتلاشيات. وملي قال لي هذه الهضره بديت كنفكر فاش كنقول واش هذا النقل المدرسي ديال هذا النهار فكر فيه بهذه الطريقه باغي يصيفطوا المتلاشيات حتى هو. وسي مراد احمد ربك الا ما صيفطناش اسمح لي دكتور الله يجازيك بخير. وحنا كاعضاء جماعه الغواء باش الناس تفهم بان ما انا كنهضر على 2015 2021 جوج ولايات دوزناهم ياك. كل عام كاين اصلاح ديال المحركات، العجلات، البياس، السراجين، الزاج، كاين اصلاح. اعطيني اخويا فينا هما هاد المتلاشيات اللي كيتبدلوا هاد الصوج، اعطيني فين عندنا هاد الديبو اللي فيه ديك البياس القديم اللي تبدل كل عام عندنا 10 المليون ولا 12 مليون 7 مليون تيصلح ولا كنمشي بالبون ما كنبقاش في الفلوس الجماعه ديالها بان راه كاينه. اعطيني شي روينه سكور كاينه مليوحه في شي قنت تبدلت، اعطيني شي موتور تبدل، اعطيني شي هما كيعمروا بان داك الشيء كامل تبدل ولا اعطيني شي كيديروا الشيافاري ويوقعوا لنا على الدور. سي جمال سي عبد الرحيم، شوف الا حطيتي سؤال كتابي على السيد الرئيس قلت له فين هما المتلاشيات عرفتي باش غيجاوب؟ غيجاوبك انهم في مرآب الجماعه امام السلطات. شوف غيقول لك امام السلطات، يقول لك في مرآب الجماعه، لان هذا سؤال كتابي سابق كان حطيته في الولايه السابقه وفي الولايه الحاليه. قلت له اين شوف قلت له اين سياره الجماعه؟ قال لي في مرآب الجماعه، وحنا ما عندنا حتى شي مرآب. هادشي اللي كنقول حتى انا. غيجاوبك كتابيا، يعني كما قال السي جمال الرئيس هو اللي كيحكم. ايوا صافي ونشوف حنا صاحبي الرئيس كيحكم. وشوف المواطن الغيوي اللي كيقول لي يوميا كيصبح في المروج، وعندنا حنا كنا بدلنا ديك لومبيلونس الكادر ديالها ولا ما بدلناش، خدمناه ولا ما خدمناش. ولحد الان هو محطوط مع ديك الجماعه القديمه اللي كنا كاينين فيها، ولحد الان شتا كطيح عليه. وهذاك الكادر داك الكفر ديالها لحد الان عندنا محطوط على برا. الغيوي اللي كيدوز كيشوفوا، اللي كيجي كيشوفوا، الخليفه كيدوز عليه والقائد كيرجع عليه، رئيس الدائره كيمشي عليه والعامل كيمشي عليه، وعندنا حنايا محطوط في الشارع داك الكادر ديال الطوموبيل اللي كنا صوبنا ديال سياره الاسعاف، وهو في المروج محطوط اصاحبي. ديك النهار ونبهت عليه انا. فينا هما اخويا المتلاشيات ديال الجماعه؟ فينا هما هذا والبوال كامل كيتصرفوا، ولكن ما عندناش متلاشيات، ما عندناش مرآب، ما عندناش طوموبيلات داروا قصيده مع فينا ومخبعين، والسلطه كامله كتسمع هذا الشيء وكامله كتشوف هذا الشيء، وحتى واحد ما بغى يحرك. ايوا اللهم هذا منكر. نتمنى من الله السي عبد الرحيم ان كيبيعوهم بالكيلو، الله ما كيبيعوهم بالكيلو. السي عبد الرحيم غادي نرجعوا ان شاء الله من بعد ما نحطوا استقاله ديالنا ان شاء الله. الاحتجاج هو الاول. نحتاجوا ما كاينش مشكل. شوف الاحتجاج انا ما غيجاوبوكش في الاحتجاج، لان كاع يجاوبونا نوصلوا الميساج ديالنا ونمشيو بحالنا. وشو شتي المواطن واسمع لي نقول لك، شتي اقليم تاونات عايله كنشي الخير في هذا العام الجديد، اما باقي راه حنا تعاملنا معهم اخي عبد الرحيم بزاف الملفات، راه لا يؤمنون بالحق ابدا ولا يعترفون بالحق ابدا، راهم مديونين تما سابقا الا للظلم المواطن التوناتي لا اقل ولا اكثر. منين تجبر صاحبي اقليم تونات صاحبي ومرتب الاخير 75 اقليم عندنا في المغرب
رقم 75 هو اقليم تونس، راه ماشي غير غيوه مهمشه، وراه اقليم تونس كامل مهمش، والنتيجه منين جايه؟ جايه من عند المسؤولين ديال اقليم تونس. رجانا في الله، ورجانا في هذا العامل اللي جا جديد يسمع كلامنا ويفهم اقوالنا، وما يمشيش معنا على اساس حنايا راه حنا ظالمين، وان حنا اصلا ما كنبغيوش البلاد، ولا اصلا حنا باغيين فتنه وراه كتشدنا، ولا اللي كيهضرنا وهي الغيره ديالنا على ذاك الاقليم، والغيره ديالنا على ذاك الجماعه. راه جماعه الغيوه فيها خلقنا وفيها تربينا، راه ما نتخلوا عليها، لا كنا سواء كنا اعضاء ولا سواء خرجنا من الاعضاء. ماشي غير غنخرجوا من العضويه سيفي دير حنا سالينا من الجماعه، راه والله يبقى فينا عرق واحد الدم كيلتخ، لا تفكينا، راه كنا اعضاء او غير اعضاء. انا لا اؤمن بالعضويه هي اللي كيزعمك اللي كيناضل هو اللي كيدخل العضويه، راه اللي كيناضل كيكون خلق من البطن ديما مناضل، وحنا خلقنا من البطن ديما مناضلين، وبالتالي على السلطه خصها تعرف هادشي. انا قلت لك رجانا في الله وفي العامل الجديد انه يسمع الاقوال ديالنا ويفهم ويدير واحد شويه د الاعتبار لجماعه الغيوه. راه جماعه الغيوه ماشي كيفاش كيعتبروها العمال السابقين، اعتبروها مجرد شرديمه ومجرد مخلفات ديال اقليم تونات، تعتبروها حتى نتوما. الا كان الزبل كيخووها في الغيوه 4 زبالات، الا كان المرجان كيخووها على الغيوه، الا كان الزباله بغاو يديروها في الغيوه، الا كان المرجان بغاو يديروه في الغيوه، الا كان واد الحر يخووها على الغيوه، الا كان الرمله كيسرقوها من الغيوه. ايوا لا الدورة دكتور في هذه النقطة ديال الدورة التكوينية اللي دوزنا مؤخرا والتدخل ديالي راه كان واضح. قلت لهم انا الغيوه ما كيخصهاش تكون غير جماعه، خصها تكون جزء من المقاطعه ديال التونات. قلت لهم خصها ما تكونش باقي حنايا كنقلبوا على البورا ونقلبوا على الطريق ونقلبوا على جديات. حنا خصنا نكونوا مقاطعه. علاش؟ بان اقرب جماعه بالاقليم وبحكم الموقع الاستراتيجي ديالها، بحكم القرب ديالها، بالحكم هي ديجا كانت في بلديه تونات وانفصلت في 92 وعطاونا اللي قالوا عطاونا، ما نقولش شي حاجه اللي ربما نسيء بها المستمعين، عطاونا داكشي اللي استاهلوا، والمخلفات ديال اللي خلاونا هما باقيين لحد الان كينهبوا وكيدمروا وكيديروا جميع الوسائل للتدمير ديال الساكنه في الريف. هذا كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالها. انا كنطالب باش ما نطولش بزاف، ربما طولت ولا انفعلت، كنطالب بالنيابه العامه بحل فتح التحقيق، تشوف ديك التصاور وتشوف ديك المصيبه كاينه، كلشي عندنا في الوراق، كلشي عندنا في الوراق، اما الواقع ما عندنا حتى حاجه. صافي، هذا هو الواقع وهذا هو الاخر اللي غنقول. نتمنى وسع عبد الرحيم ان الرساله توصل. غادي نرجعوا عبد الرحيم بعد ما نجمع ان شاء الله، غادي نرجعوا ان شاء الله بجوب ان شاء الله نوروا الراي العام، لان دابا سالا وقت السكات، سالا وقت الجمعه بالعماله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سي عبد الرحيم على التغيير ديالك على الجماعه. طبعا مادام تعصبتي وداك الشيء الا غيره على القبيله ديالك وعلى المنطقه ديالك الى غير ذلك، وكتشوف الظلم وما استطعتي دير والو بحالك بحال باقي الاعضاء. السي مراد الكلمه الاخيره، والسي عبد الرحيم شكرا. شكرا الله يحفظك السي مراد. سي جمال مرحبا. الكلمه الاخيره، انا طولت معك مع سي عبد الرحيم، شنو كطلب انت السي مراد؟ راه كلشي موجود. شوف بعد اللقاء يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا سي مراد على تنوير الراي العام وللباقي، وشكرا للمتابعين الكرام على سعه الصدر ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. طبعا الى تعصبنا ولا الى انطقنا بشي كلمه مش هي هذيك، ولا الى قلنا شي كلام ماشي هو هذاك، راه فقط غيره على ذاك المنطقه وعلى اقليم تونس بصفه عامه. كنشوفوا العبث بعينينا. راه اي واحد عنده ذره كرامه وكيدخل للسياسه وتحمل المسؤوليه، راه الا ما تعصبش عرفوا بانه راه ماشي ديال السياسه وماشي مواطن صالح، لان تقريبا جل المجالس باقليم تونات راه كيمروا من نفس الظروف اللي كتمر منها جماعه الغيوه. راه جل الاعضاء اللي كاينين بالمعارضه او اللي كاينين بالاغلبيه وعندهم ذره كرامه راهم كيحسوا بنفس الاحساس اللي كنحسوا به حنايا. راه اقليم تونات كامل مدمر، اقليم تونس كامل مدمر، راه ماشي غير غيوه، ولكن الغيوه حدث ولا حرج. فاذا كان اقليم تونس مصنف 75 في الهشاشه،
وفي الفقر متعدد الابعاد فراه جماعه الغوه مصنفه 49 كجماعه في اقليم تونات، يعني رقم 49 يعني اخر جماعه في التنميه واخر جماعه في التطور هي جماعه الغوه، الاولى في الهشاشه، الاولى في الفقر المتعدد الابعاد، والاولى في الفساد. رسالتنا الى السيد العامل الجديد، لانه هو الواحد اللي عندنا فيه الامل دابا، هو الواحد اللي عندنا فيه الامل، انه يزور جماعه الغوه ويدخل لها لداخل، ماشي يجي للجماعه ولا يجي للشاطئ، لا، يدخل كما كيدخلوا المواطنين لداخل العروبيات، يدخل لباب واندار، وما يدخلش على باب واندار، ما يدخلش على المروج، لا، يدخل على الفرمه التشين، ويدخل على عين بوحروش، ويوصل للمطيمار، ومن المطيمار يدوز للقنطره، ومن القنطره يدوز للعزابه، ومن العزابه يدوز للظهر، ومن الظهر يدوز للرمله، ومن الرمله يدوز للعنصار، ومن العنصار يدوز للقنطره، وعاد يمشي، لانه ولا يدوز للحجيين وبواندار، وعاد يمشي يدور طواوع، باش يعرفنا بان حنا الا هضرنا راه ماشي كنهضروا بالفراغ، الا بكينا راه ماشي كنبكيو على الفراغ، راه بصح جماعه الغوه مدمره، وبغيناك تجي تزور جماعه الغوه. دامت لكم العزه، دمتم للنضال الاوفياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.